انا انطفيت وانت انطفيت وهم انطفوا والانطفاء بقى ترند، وبعد ما الحوار بقى ترند وكلنا مشينا وراه الموضوع قلب جد. نخش في الموضوع. بكل بساطه انا امنيه الفتره دي بلا استثناء كله ما عندوش طاقه، تبقى بتسقط وفي ترم تاني داخل عليك والدنيا مقلوبه ومش قادر تعيش حياتك وانت قاعد بتتفرج. فتعال اقول لكم ازاي عديت من الفتره دي. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده، اتقي الله. لما حد من صحابك بتشوفه تعبان ومنطفي وعنده مشاكل في دنيته، اول حاجه بتسالها مالك. ده بالظبط اللي المفروض تعمله. صحوبيه النفس شيء زي كده بالظبط، انك تحل مشكله لازم تعرف سببها، وده اللي محتاج تعمله مع نفسك ببساطه. مش هدور على ازاي هطلع من المود وانا مش عارفه سبب ده ايه. مش محتاجه حاجه يعني. بصراحه انا شايفه دلوقتي اغلب الناس بتتاثر بالسوشيال ميديا، حتى لو انت كويس بتتاثر برضه. بمجرد انك بتسمع خبر وحش او حادثه او جريمه بتحصل واخبار يوميه، ده مش هيخليك شخص كويس. ازاي حد بيسمع جرايم او حوادث هيكمل يومه بشكل طبيعي؟ اعمل انفولو لكل المواقع وصفحات الاخبار، اعمل انفولو لصاحبك السلبي، ودور دايما على الصفحات اللي بتنشر حاجات لطيفه بتخليك لو قعدت على السوشيال ميديا تكون حابب تكمل حياتك بنشاط. اعمل انفولو للناس المثاليه اللي بتحسسك دايما انك لازم عشان تعمل اي حاجه في حياتك تكون عندك كل المقومات الخزعبليه عشان تعملها. من الاخر نفض التراب وابعدوا اي حاجه بتخربش نفسيتكم. ما تنساش نفسك، انت بني ادم. اكتر حاجه كنت بقع فيها هي ان انا كنت بنسى نفسي. خد وقتك في الانهيار، انت انسان، خد حقوقك كانسان انك تزعل، بعدين تبدا تاخد خطوه ازاي تكون كويس. ده هيكون افضل من انك تفضل ما عندكش طاقه وتفكر في غلطاتك طول الوقت وما تحاولش تصلحها. احنا بني ادمين. خدوها واحده واحده. مود الاوت اوف مود ده اساسا مش هتطلع منه تاني يوم، زي ما خدت وقت فيه هتاخد وقت برضو انك تطلع منه، وده الطبيعي. خطوات صغيره كل يوم لحد ما اوصل للشخص النشيط بعد كام يوم. مش هقول لنفسي بكره هتخلصي كل الشغل اللي بتعمليه في شهر وارجع اقول انا ليه كسلت ومخلصتش حاجه، عشان ببساطه احنا بنحط احجام كبيره المفروض تخلص. لكن لو واحده واحده كل يوم ههون على نفسي وهيكون اسهل اني انجز، وممكن كمان ازود على الحاجات الصغيره دي. والله انا بتكلم على حاجه تعيش العمر كله، انا ما احبش الاستعجال. اعمل الحاجات اللي بتفرحك وسقف لنفسك على كل انجاز بتخلصه وزغرط لها. ساعات بنحتاج حاجات تشجعنا عشان نكمل. خليك انت الاتنين عشان تقدر تكمل. وعشان تبدا على نظافه خلي البيئه اللي حواليك نظيفه. اكيد عمري ما هتشجع اقوم اخلص حاجه والمكان مبهدل، او مكان بيشجعني على النوم والكسل بدل الشغل. فهيئ البيئه قبل الشغل نفسه. وسط الدراسه والشغل خدوا بريكات. الشغل مش هيطير ولا المذاكره، خدوا بريكات من غير تأنيب ضمير احسن من بريكات بشعور دائم بالذنب. وافتكروا في اللحظات اللي ما كنتوش قادرين تنجزوا فيها حاجه بس عافرتوا، ربنا كافئكم والحاجه دي بقت في احسن حال. كل ما تحسوا انكم منطفين ومش قادرين خدوا فتره تشحنوا البطاريه من غير حزن، من غير اغاني حزينه، من غير اخبار حزينه، ومن غير شخصيات حزينه. ركزوا في ازاي هتكونوا كويسين وبس. رسالتي من الفيديو ده اتوكلوا على ربنا، فلازم تتوكل على الله في كل خطوه وتدعيه انه يمدك بالطاقه والقوه. الاسباب مهمه والتوكل مهم برضه. وبكده نكون غطينا كل الجوانب اللي ممكن تخليكوا حاسين ان طاقتكم اقل. وبس كده، انتوا كنتوا وحشني جدا وانا الحمد لله رجعت اعمل فيديوز تاني، فحبيت النهارده نرغي وندردش شويه. ولو حسيتوا الفيديو ده هينفع حد في حياتكم اعملوا له منشن وشاركوه مع اللي حواليكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.